إني المتهم محمد عواد أحمد من سكان مدينة فلوجة من محافظة الأنبار، مواليد 1984. انتميت إلى تنظيم القاعدة قبل شهرا من اعتقالي من خلال رجل يدعى أبو خليل، حيث أخبرنا بأن هناك علينا بالقيام بعدة عمليات. وقد قمنا ب4 عمليات، ومنها أولا اغتيال القاضي معروف، حيث اتصل بي ومعي إسماعيل. أخبرنا المدعو أبو خليل أن علينا تصفية عدة قضاة، فاتصل بي وبإسماعيل فأخبرنا أن القاضي معروف موجود في السوق، أي قرب المكتبة العامة، فأمرنا بالذهاب إليه وتصفيته. فقال: هل تحملون معكم أسلحة؟ فإسماعيل كان يحمل معه مسدس 9 كاتم. ذهبنا إلى السوق، رأينا الهدف، فذهبت مسافة 40 متر عن الهدف، وذهب إسماعيل باتجاه الهدف وقام بإطلاق 4 عيارات أو 3 عيارات نارية عليه، ثم انسحب من الفرع المقابل للمنطقة التي نفذ بها، وانسحبت من الفرع الثاني فانسحبنا. العملية الثانية هي اغتيال عضو أو عنصر من الجيش أو الشرطة، لا نعرف بالضبط، حيث اتصل بنا أبو خليل وأخبرنا أن هناك عنصر يوجد في قرب معرض الشايع، فاسم يدعى عصام، وكنا لا نعرف شكله. فذهبنا أنا وباسم وإسماعيل، وقد كان يحمل باسم معه غدارة وإسماعيل معه مسدس كاتم. فانسحب باسم قبل تنفيذ المهمة بفترة قصيرة، ثم اتصل أبو خليل وأخبرنا أن الهدف موجود مقابل المعرض، ففهم إسماعيل بأوصاف الضحية، فذهب إسماعيل وكنت أقف إلى مسافة 20 متر من الضحية، فذهب إليه وأطلق عليه عيارات نارية في الرأس، لكن يعني ما وقع بي براسه بالضبط. فوقع بالقاع وقام ركض، من ركض ضرب وراء إطلاقات نارية النور، فانسحب إسماعيل باتجاه الشارع الذي بصف معرض الشايع، وأنا انسحبت باتجاه المقابل. هاي العملية الثانية. العملية الثالثة هي عملية اغتيال رجل يدعى مصطفى في سوق الفلوجة، سوق المسقف. فاتصل أبو خليل وأخبرني أن المدعو مصطفى أو الملقب عيفان 2 فموجود في السوق المسقف، وكان معي خالد أبو وليد يحمل معه مسدس كاتم. فذهبنا إلى السوق، ثم نزل أبو وليد واتجه باتجاه السوق المسقف، وذهبت أنا باتجاه الشارع اللي بصف مرطبات بلادي. فراح أبو وليد على أبو خليل، فهم شوف الهدف، مسافة 5 دقائق أو 10 دقائق جاني أبو وليد، ضارب الهدف وصعد وياه بالسيارة وانسحبنا. الهدف الرابع اللي هو العملية الرابعة هي عملية اغتيال ضابط في الشرطة القضائية يدعى عبد الرحمن، وقد حدده أبو خليل، حيث أخبرنا أن الضابط يتواجد على شارع 40. فذهبنا أنا وأبو زيد وعموري 3، وأبو خليل حدد الموقع وهو قاعد يراقب. فرحنا نزلوا أبو زيد وعموري من السيارة مالتي لما طبقت لهم بصف سيارة الضحية، فنزلوا وطبقوا الباب وحطوا اللزقة وراحوا. أبو خليل من استلم إنه إحنا كملنا حطينا اللزقة، نفذ عليه من صعد عليه وانسحبنا من الموقع. هاي العمليات اللي شاركت بها. هاي العمليات اللي شاركت بها. وتقتل ابن الرمادي، ليش اقتل هذا ابوه؟ شنو السبب؟ والله سيد خاصة قضاء الفلوجة. شنو السبب؟ ليش مو هذا قضاء؟ خلوه ينعم بالامين، ينعم بالاستقرار، ينعم بالازدهار والبناء العمراني، ونصير حالنا حال المحافظات وحالنا حال الدول اللي برا. ليش نزعزع الوضع؟ ليش نزعزع بالدم؟ خلونا نزعزع ونرفع بالبناء. مستغلين شنو الصفة بزعزعة وارتكاب الحوادث في هذه الأوقات؟ شنو الطابع اللي استغليتوه؟ والله سيدي ما أعرف شنو اللي استغليتوا هالوضع هذا اللي يعني وخلاكم أن تستغلون بعمليات القتل
وعمليات إجرامية في قبائل فلوجة. شنو هذا الصفة يعني اللي استغليتوها؟ والله سيدي من صارت المظاهرات وهاي الشغلات الوضعية اللي صارت بالأنبار، يعني تغيرت الوضعية. يعني استغليتوا يعني هاي الصفة، هاي الصفة. يعني شو توصي للناس أو مو للإرهابيين المطلوبين اللي يرتكبون حوادث شاركوا وحاليا بعدهم في خارج قبضة العدل، شو توصيهم؟ والله سيدي اوصيهم يتقون الله عز وجل بانفسهم. وبعد غير شيء، هل يجون يتركون هالجرائم ويسلمون؟ اكيد سيدي اكيد. لان ليش؟ توقعتوا كنتوا يلقى القبض عليكم؟ لا سيدي. بعد شلون تم القاء القبض عليكم؟ يعني ما تصورنا اكو يعني جهاز شرطه قوي ويلقي القبض علينا. لان اجهزه الشرطه بالمرصاد والاجهزه الامنيه بالمرصاد تتابع الجريمه، وهذا عندكم مشهود له. الانبار من 2 3 سنوات ماكو جريمه اذا ما تم القاء القبض عليه، ماكو شبكه ارهابيه، لان انتم على باطل والاجهزه الامنيه على حق. شلون الاوضاع ان شاء الله؟ الحمد لله. هاي الحوادث اللي صارت في فلوجة الاخيره كلها طبعا الاصابه كلها الجسم، واشكروا على كل الحوادث اللي صارت بما في ماخذ مرافق الدكتور خليل. احنا يعني نريد يعني هذا يعني تعرفون هجمه الارهاب ترى ما يميز بين ابو المقهى بين الاستاذ بين الضابط، هو ارهاب دم ما نريد دم العون، يعني تكون يد العون الروح المعنويه وياكم ويا الشرطه، لان هاي شوف اخر شيء يقعون في قبضه العداله ما بيها نقاش. هسه بدأوا بها من جريمه شيخ عيفان لحد هاي اخر جريمه. فان شاء الله اكو رجال ماشيه ونريد عونتكم، يعني عونتكم ويا رجال الشرطه. بارك الله فيك. اني المتهم فريد فهد جاسم جوزي العيساوي. نعم. من مواليد 1972، اسكن مدينه الفلوجه. انتميت لتنظيم القاعده في شهر 9 2012. كانت مجموعتنا مكونه من عمار محمد فارس اللي هو الامني وخليل، انا وعمار وخليل. نعم. كان مسؤول علينا هو عمار. نعم. اول عمليه سيدي قمنا بها كانت الشيخ عيفان. كلفنا عمار بمراقبه الشيخ عيفان انا وخليل كون شهوه الفلوجه. نعم. قام عمار بادخال الانتحاري الى الفلوجه، جابه يمي يوم، وبعدين اخذه لجوه ضمه بمكان قريب على المزرعه اللي يعمل بها الشيخ عيفان. واتفقوا ويانا، قال خليل كان بيته قريب على بعيفان، فمن يطلع الشيخ عيفان يمر من يم خليل. فاتفقنا بان من يطلع الشيخ عيفان يقول طلع الحجي. فاتصل بي خليل بذاك اليوم قال لي طلع الحجي. فاتصلت بعمار قلت له الحجي طلع. فبعد ساعتين سمعنا الانفجار وذاعوا بالتلفزيون مقتل الشيخ عيفان. نعم. نعم سيدي. وبعد عمليات قمنا بها. لا بمقتل الشيخ عيفان. نعم سيدي. بعد ما سمعتوا الخبر شنو اللي صار عندكم؟ سيدي ما صار شيء. خليل راح لأربيل سيدي. نعم. اي واني اتصل بي عمار قال كملت العمليه وفرقنا. بعدها بعد ان ضربوا الجيش المتظاهرين سيدي بالفلوجه، جانا امر من عمار قال اريد تضربون الجيش. تضربون الجيش بالفلوجه. نعم. سيدي دزلنا سلاح ويا شخص اسمه ياسين الزوبعي، عنده سياره نيسان. فخرجنا احنا كنا مجموعه انا وخليل ومازن وهو ياسين الزوبعي. طلعنا على ثكنه مال الجيش قرب جغيفي، على محيط الجغيفي. نعم. كان السلاح اللي عندنا بكيسي وقاذفه و4 رشاشات. فمشط بس بالرشاشات وانسحبنا. بعدين توجهنا الى ثاني يوم توجهنا الى نقطه ثانيه، نقطتين، برج كان برج مال الجيش صبات وثكنه عسكريه على شارع الثرثار محيط الجولان، محيط حي الجولان. سيدي فرحنا بذيك العمليه اني واشرف ومازن وخليل ووحيد.
نزلنا على ثكنة والبرج، فمشطنا عليهم بالبي كي سي، ويعني ضربنا رمي عشوائي وبالرشاشات عليهم سيدي. وبعدها توجهنا إلى قرب سيطرة النعامية بجبال، اكو ثكنة عسكرية هناك سيدي، هم توجهنا عليها بعد المغرب. بعد المغرب توجهنا على الثكنة العسكرية، وهم فتحنا عليها النار وانسحبنا. زين، انت ذكرت هسه قلت نعم سيدي. فريد، فهد، جاسم، وانطيت لقب عشيرتك العيساوي. نعم سيدي. زين، انت اول ما بلشت وسدكت شيخ عشيرتك اللي هو الشيخ عفار، الشهيد الشيخ عفار رحمه الله عليه. نعم سيدي. هم عيساوي ورمز من رموز المحافظه وواجهه للمحافظه وعضو برلماني يمثل المحافظه. نعم سيدي. وبنفس الوقت والامر من ذلك هو شيخ عشيرة. نعم سيدي. زين، ليش يعني لا شيخ العشيره، لا ابن عمك، لا ابن خالك، وانتم تدعون عشيره، انت تدعي عيساوي لكن انت ما تمثل البعيسه، لان انت ثله. نعم سيدي. منحرفه من البعيسه. نعم سيدي. فليش ابويا هذا؟ ليش هالشيء؟ ليش؟ وانت ذكرت ايضا باعترافك عندما الجيش ضرب. نعم سيدي. لكن الجيش ما ضرب المتظاهرين. اكو ثله مدسوسه هي اندست ويا المتظاهرين، وهي اعتدت اول ما اعتدت على سيطره الشرطه اللي هي مشتركه. نعم سيدي. فليش هالزعزعه سيدي والقتل هذا؟ نعم سيدي. سيدي كان استغلينا الوقت والخربطه اللي صارت اخر ايام مظاهرات. نعم سيدي. هي يعني احنا وهواي ناس ظنوا بان يعني جهاز الشرطه راح انتهى. نعم. اي، وصارت خربطه، وبعد قامت الناس كل من يقتل بكيفه، وبعد ماكو قانون وماكو احد يعني مثل ما يقول ياخذ حق احد. فاستغلت كل من طلع سلاحه، وكل من عنده سلاح وعنده مجموعه طلع سلاحه ونزل بالشارع. كل انا واحد من الناس كنت يعني اظن انتهى، صارت خربطه انتهى بعد يعني ما تصير. ولما جينا هنا لقينا بعدين شفت لا الواقع، بعدين شفت الواقع لا، الاجهزه الامنيه قويه وبكل مكان وعندها عيون ومسيطرين على يعني مسيطرين على المحافظه باكملها. والدليل بذلك كل المجموعه بساعات يعني القوا القبض علينا، خليل بالليل واحنا الصبح، والولد الباقين جابوهم كل من ورا ساعات يعني ما طول شخص اسبوع. نعم سيدي. واخوان يعني المنحرفين على القانون هناك ايهام واوهام من قبل الافكار الارهابيه للارهابيين بان القانون لا يوجد قانون، انفلات كذا، لكن هسه في بوقائع وثوابت وشواهد بان القانون موجود والقانون قوي، والدليل بذلك بانه عجين. انصح الناس اللي خارجين اللي مشوا بالطريق اللي مشينا به ان يتركون هذا الطريق. نعم. لان هذا الطريق نهايته وجودنا بالسجن العدالة. وتشريد العوائل. نعم. لان الاجهزه الامنيه مسيطره بالانبار، وخاف احد يقولهم صارت خربطه ما مسيطرين، وهذا كله كذب وافتراء. اسم خيل عوض، مجلس نطاح، أسكن في مدينة الفلوجة منطقة الزوية. أول عملية قمنا بها بايعت الدولة الإسلامية في 2017 السادس، واحتقلون القوات الأمريكية. بعد ما طلعت من القوات الأمريكية احتقلون مكتب إرهاب الفلوجة. وطلع